وتاني يوم بيروح جاك عشان يطمن على جاك وبيستغرب جدا لما بيلاقيه منسجم مع ادنا، وساعتها بتفهمه انه طفل معجزه وعنده قدرات كتيره جدا، وانها قدرت تصمم بدله بجهاز تحكم عشان تقدر تحميه وتخليه كمان يتحكم في قدراته. وفي نفس الوقت هيلين بتفوق في مكان شبه التلاجة وبتعرف ان ايفلين هي اللي ورا كل الجرايم دي، وبتعترف لها كمان انها بتكره الابطال الخارقين وكانت شايفه ان موت ابوها كان بسبب تقصيرهم، وساعتها بتقرر انها تستغل هيلين عشان تقضي على سمعه كل الابطال الخارقين. وفي البيت جاك بيكون مبسوط جدا بعد ما قدر انه يسيطر على قدرات جاك، بس يا فرحه ما تمت بيجيله تليفون من ايفلين وبيعرف منها ان هيلين وقعت في مشكله كبيره، فعلى طول من غير ما يفكر بيلبس بدلته وطيران عليها، وساعتها بتحس فيليوت ان في حاجه غلط وبتبدا تستعد هي كمان، وبيتفاجئ ديش لما بيفتح باب البيت وبيلاقي مجموعه من الابطال الخارقين، ولحسن الحظ بيكون تلجاوي وصل للمكان وبيعرف انهم جايين عشان يخطفوا الاطفال، وساعتها بيبدا الابطال يهجموا على البيت اللي اتحول لمسرح جريمه، والحمد لله بيقدر الاطفال يهربوا من المكان بمساعده العربيه الخارقه.